بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم هنا في بلاصة الريبوبليك. تجمع كل هؤلاء الناس لكي يقولوا كلمة واحدة: لا للعدوان الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية، لا للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، على عزل. الفلسطينيون الآن يدافعون عن أنفسهم بالحجارة وبالسكاكين. لقد تكالب عليهم العالم، لقد وقف العالم العربي جميعا ينظر إليهم ولا يمد لهم يد العون. حتى العالم الغربي للأسف الشديد تصدر إدانات من بعض الدول ضد الفلسطينيين الذين يستخدمون سلاحا بسيطا، سواء كان مولوتوف أو سكينا للدفاع عن أنفسهم وعن مقدساتهم. إنها الحرب على الدين وليس الحرب على أكثر من هذا، إنها الحرب على الدين وحرب على الإسلام. إن شاء الله سينتصر الفلسطينيون، وإن شاء الله ستعود القدس بأيدي هؤلاء الرجال الذين يكتبون التاريخ الجديد، التاريخ الذي لن ينساه أحد. إنهم الذين يدافعون الحق ويدافعون عن الحق، ولن ينسى أحد هذه الوقفة التي يقفها شباب فرنسا هنا، والذين يحاولون بقدر الإمكان أن يوصلوا كلمة الحق رغم التعتيم الإعلامي ورغم التضييق الأمني علينا هنا في فرنسا. ولكننا سنصل كلمة الحق رغم كل هذا، وإن شاء الله النصر قريبا. باسم حركة فتح قمنا اليوم باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح إقليم فرنسا. قمنا اليوم بالاشتراك مع جمعيات الفرنسية المتضامنة ومع اتحاد الطلبة الفلسطيني الموجود في فرنسا بتنظيم تظاهرة أو لنقل وقفة تضامنية وداعمة لهبة أهلنا في القدس وفي جميع ربوع الوطن في أرض فلسطين. الهبة التي قامت ضد ودفاعا عن أهلنا الذين وعن الإعدامات اليومية التي تتم ميدانيا على أيدي جنود الاحتلال وعلى أيدي قطعان المستوطنين. فإننا هنا نستنكر هذه الهجمات وهذا التقطيع والتوصيل الذي يحدث داخل أرضنا وينتهك حرمات شعبنا، والتقسيم الزمني الذي يود الاحتلال أن يفرضه على أهلنا في القدس. هذا مرفوض تماما من ناحيتنا كحركة فتح ومن الشعب الفلسطيني ككل، الشعب الثائر المقاوم المرابط على أرضه دفاعا عن حقه وضد الآلة الصهيونية. قاوم يا فلسطيني، قاوم يا فلسطيني، بالأحجار وبالسكاكين، بالأحجار وبالسكاكين، بالأحجار وبالسكاكين، بالأحجار وبالسكاكين، ولا من كل ولا من لين، لا من كل ولا من لين، حتى تحرير فلسطين، حتى تحرير فلسطين، لا من كل ولا من لين، لا من كل ولا من لين، حتى تحرير فلسطين، حتى تحرير فلسطين. C'est vrai que lorsqu'on connaît l'affaire sioniste, on comprend qu'ils portent même le germe de leur destruction. Ils ont tellement peur, ils sont tellement lâches, ils ne sont en assurance, en garantie que dans des avions ou dans des navires militaires où ils envoient des missiles. Mais à chaque fois sur le terrain, nous avons affaire à des lâches, malgré qu'ils sont. Et là, je me rappelle d'un vers de poésie de Tamim el-Barghouti, le grand poète contemporain, qui a dit, je ne vais pas dire tout le poème, mais ce qui m'intéresse, c'est cette strophe. Il a dit Al-mawtu fina wal khawfu fikum, c'est-à-dire la mort est en nous et la peur est en vous. Quel ennemi vous êtes! Et c'est vrai. Et il a dit aussi Lastum bi akfa'ina likay nakrahakum wa fi kurhi al-wadi'i ma yada'u. Il a dit, vous n'êtes pas nos semblables pour qu'on vous haïsse, car dans la haine des gens médiocres, il y a une médiocrité, il y a une bassesse que nous, on n'admet pas pour nous-mêmes. Donc le cri de ces résistants, on se sent plus humain, on se sent plus vivant. C'est Palestine vivra! Palestine vivra! Palestine vivra!
بالوقوف في وجه العدوان الصهيوني ضد شعبنا وفرض العزلة على هذا الكيان المجرم وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية وبما يضع حدا للإرهاب الذي يمارسه هذا الكيان. Les choses ont beaucoup changé depuis. La colonisation a beaucoup progressé. Les Colombes complètement colonisés. C'est la colonisation change complètement à ces 20 années.